الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم. معلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم هنا من معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته 31 وفي العام 2022 الذي يتم فيه معرض الكتاب في دولة قطر 50 سنة. وهذه السنة سنة مميزة لنا جميعا، فيها العديد من الفعاليات المتنوعة في المعرض، بالإضافة أنها لله الحمد بداية العودة للحياة الطبيعية إن شاء الله بمعرض هام ثقافي وهو معرض الكتاب في دولة قطر. الحقيقة أحد الشخصيات الثقافية الموجودة معنا من الجزائر، ونحن نحتفي هنا بجميع العرب الموجودين سواء كانوا موجودين من قبل أو من جاءوا لزيارته أو من حضر لزيارة المعرض. شخصية ثقافية متعددة في عدة مجالات، تجمع ما بين مجالات الثقافة والتكنولوجيا، أيضا بين مواضيع هامة ترتبط بالمؤلفين بداية من اللغة العربية وانتهاء بالمكتبات. الأستاذ الدكتور مولاي محمد أستاذ التعليم العالي الجامعة الأفريقية بأدرار الشهادة في الجزائر. أنا ما راح أبدأ أعرف فيك الأستاذ الدكتور، ولكن بترك لك أن أنت تعرفنا بك. تفضل. الله يجزاك خير يا أختي الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أشكر دولة قطر على هذا المعرض القيم وعلى التنظيم المحكم، وأشكر أختي الكريمة التي التقيتها سبحان الله صدفة، ولعل صدفة ألف صدفة خير من ألف معاد. فأخوكم محمد مولاي من الجزائر، أحمل شهادة الدكتوراه في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، والتخصص الدقيق المتعلق بتكنولوجيات المعلومات وتطبيقاتها في مجال الأرشيف والمخطوطات العربية الإسلامية. بداية تدريسي كانت في جامعة وهران في الألفينات من السنوات الماضية، وتحصلت الحمد لله على شهادة الماجستير والدكتوراه في نفس الجامعة، ثم اشتغلت بنفس الجامعة من سنة 2006 كأستاذ مؤقت، ثم 2009 تم إدماجي الحمد لله في هذه الجامعة. في سنة 2015 رجعت إلى، وقبلها في 2013 ناقشت شهادة الدكتوراه في هذه الجامعة اللي هي جامعة وهران غرب الجزائر، ثم حولت مكان عملي سنة 2016 إلى جامعة الإفريقية بأضرار. طبعا عملي كله كان في البحث العلمي بمجال التراث المخطوط وما يرتبط التراث المخطوط. لماذا؟ لأنه ما كتبه الأولون للعلم أن الإنسان منذ أن وجد في هذا الكون كان يفكر في أن يدون للأجيال القادمة ما يعيشه يعني من أحداث ونشاطات. فكان في البداية يتعامل مشافهة، لكن بعدما تبين له أن المعلومة الشفهية لا يمكن تخزينها للأجيال القادمة ففكر في أدوات يكتب عليها. فعندنا في الجزائر على سبيل المثال في جنوب الجزائر في الصحراء الإنسان يعني عندنا بعض الكتابات والرسومات تعود لفترة ما قبل التاريخ في منطقة إليزي وتمرست وغيرها. في شبه الجزيرة العربية لو نعود للفترة التي بداية الإسلام، الإنسان يعني رغم أنه كان يتداول المعلومة عن طريق التدوين وعن طريق التلقين، لكن بعدما في الغزوات بدأ حفاظ كتاب الله والسنة النبوية يتعرضون للقتل في الغزوات، ففكر المسلمون في الكتابة. لكن هذا لا يعني أنهم لم يفكروا في تلك الفترة في أن يكتبوا تراثهم على الحوامل التي كانوا يستقونها من البيئة. من بين الأدوات التي كتب عليها الإنسان العرب والمسلمون في تلك الفترة مثلا جريد النخل وما يرقق من الجلود، وأيضا أضلاع الإبل وأكتافها، وأيضا ورق البرد الذي كان يجلب من مصر، هذا النبات الذي كان ينبت على ضفاف النيل والذي ساهم بشكل كبير يعني في مراسلات الأمراء والولاة. لكن فيما بعد هذا الحامل ظهرت فيه مجموعة من العيوب، من بينها كبر حجمه، فلما ينتقل مثلا ديوان الوالي وأرشيفه وتسير الدولة عسكريا
اقتصاديا، أصبح هذا يحتاج إلى مكان كبير لتخزينه، وثم أيضا قابلية الكشط والمحو لهذا الحامل، وشكله الذي كان على شكل درج ملفوف. فبعد أن أسر أو فتح المسلمون بلاد الصين تعلموا منهم صناعة الورق، لأن الورق صناعة صينية خالصة، لكن يعود الفضل للمسلمين في تذهيب الورق وفي نزع الشوائب التي كانت فيه. فبيت الحكمة على سبيل المثال، مكتبة بيت الحكمة في بغداد هي كانت شبيهة بالمعرض الدولي الذي نحن فيه اليوم، ومركز بحث لترجمة مختلف المؤلفات الأوروبية للغة العربية والعكس. ثم بعد أن ظهر هذا الورق الذي هو يعني انتقل بالحضارة العربية الإسلامية إلى ما يمكن أن نسميه وساما اليوم، يعني الكتاب العربي المخطوط هو وسام على صدر الحضارة العربية الإسلامية. فالمكتبات الأوروبية اليوم وما تحمله من أو تحتويه من مخطوطات عربية إسلامية نقلت عن طريق الاستعمار الحديث، وعن طريق البيع، وعن طريق مختلف الطرق التي نقلت بها من بلادها الأصلية إلى متاحف الدول الأوروبية والغرب. يعني هذا دليل على سمو ورقي الحضارة العربية الإسلامية. فأنا أبحاثي كلها انتقلت من هذا الوعاء الذي هو الكتاب العربي المخطوط، كيف نقوم بصيانته أولا وترميمه، ثم كيف نفهرسه، وكيف نصنفه، ثم كيف نرقمنه، يعني كيف نطبق عليه تكنولوجيات حديثة لكي نتيحه للباحثين مع الحفاظ على النسخة الأصلية. لما لهذا الكتاب العربي المخطوط من خصوصيات، نظرا لأنه الكتب المخطوطة لا تتوفر في نسخ متعددة مثل ما هو الأمر بالنسبة لكتاب المطبوع، وخصوصا التي لم تحقق، ثم حتى التي حققت، لأنه ليس كل ما حقق ينتهي فيه التحقيق، بل مثلا إذا عثرنا على نسخة نادرة لمخطوط تم تحقيقه يمكن أن نعيد عملية التحقيق من جديد. هذا من جهة، ثم من جهة أخرى هناك قيمة كوديكولوجية إن صح التعبير للكتاب العربي المخطوط، وفنية من حيث كيف كتب هذا الكتاب، وكيف جلد، وكيف صنع هذا الكتاب، ومن أين جاء، وكيف رحلته منذ أن ولد، البيئة التي ولد فيها، ثم كيف وصل إلى هذا. علم يهتم به الأوروبيون اليوم، أو ما يعرف بعلم الكوديكولوجيا، الذي يهتم بالكتاب المخطوط خوارج الكتاب، نص الكتاب المخطوط، لأن عملية التحقيق تهتم بالمتن أو بمحتوى الكتاب العربي المخطوط، في حين أنه عملية أو الدراسات الكوديكولوجية تهتم بالحامل، يعني بما هو خارج عن النص، وهذا في حد ذاته نص آخر، بل هو يكمل محتوى أو متن المخطوط. مثلا على سبيل المثال هناك بعض المخطوطات المرحلية التي كتبت على مراحل، ثم لو قلنا مثلا في عملية التحقيق أن هذا الكتاب مثلا كتب في هذه الفترة الزمنية المعينة، فهل هذا التجليد فعلا كان موجودا في تلك الفترة الزمنية التاريخية، أم هذا الورق، هذا النوع من الورق فعلا كان متوفرا مثلا في الفترة العباسية أو في القرن الذي كتب في أن يعني في عملية التحقيق أو انتهى من تحقيقه مثلا فلان الفلاني. منطقة أضرار التي أنا من يعني أصلي منها وأهلي من هذه المنطقة المعروفة تاريخيا بمنطقة توات، والتي هي بوابة إفريقيا، كانت عبارة عن محل أو ممر عبور مجمل القوافل من السودان ومن المغرب نحو الحج، وبالتالي في هذه المنطقة نتجت حركة فكرية خلفت لنا العديد من الكتب المخطوطة المنتشرة عبر زوايا، والزاوية عندنا هي بمفهوم المدرسة التقليدية. لا أدري أختي الكريمة إن كنت نعم، فالزوايا أو المدارس التقليدية عندنا أو الكتاتيب أو المساجد أو الأسر العلمية، يعني أبناء العلماء هؤلاء كلهم يمتلكون كتبا مخطوطة في المكتبات العائلية. فيجب يعني من يريد أن يبحث عن مؤلفات العلماء في الجزائر في هذه المنطقة وفي أي منطقة في العالم، يعني حتى هنا في دولة قطر كنت زرت مكتبة الجامعة والحمد لله وجدت فيها الكثير من الكتب المخطوطة التي كتبها أبناء هذا البلد المفدى. أعود للجزائر لمنطقة توات،
عملية نسخ المخطوطات في هذه المنطقة، يعني التراث الذي المنتشر عبر ربوع خزانات العائلات في هذه المنطقة، بعض الكتب مثلا كانت تشترى، يعني لما تقع القافلة يعني تأتي القافلة فكل يمشي إلى ما يحتاجه شبه السوق، فيأتي من يهتمون بالكتاب أو بالكتب فيقولون مثلا يا أخي العالم الفلاني، يعني القافلة كان فيها بعض العلماء الذين يرحلون رحالة مع القافلة، فإما أنهم يملون كتبهم في تلك الفترة، أو إذا كانت لديهم كتب مكتوبة فتنسخ في تلك الليالي، مثلا 3 أو 4 ليالي من كانوا يمتهنون النساخة. فهناك مهن ارتبطت بالكتابة، من بينها مثلا الوراقة التي كانت في بغداد، والكاغذي، وهذا نسبة إلى الكاغذ الذي هو مصطلح فارسي لكنه داخل اللغة العربية. أيضا ظهرت الكتبيون والمذهبون والمجلدون والمزخرفون أيضا، فهذه كلها مهن كانت ترتبط بمهنة الكتابة. فهذه المهن كانت ملتصقة بحركة التأليف وبالمؤلفين في أي بقعة من بقاع العالم. توات أيضا هي كان عندنا نساخ ومؤلف، وحتى بالنسبة لصناعة الحبر عثرت على وهي منشورة في السيرة الذاتية مخطوطة لكيفية صناعة الحبر، يعني بالاعتماد على مكونات طبيعية، من بينها أعضاء بعض يعني الصمغ أو بعض ما يستخرج من الحيوانات إلى غير ذلك، والألوان أيضا كيف تلون هذه حتى بالنسبة هذا عن الجانب المتعلق صناعة هذه الكتب. الجانب المتعلق بمحتواها، يعني محتواها متنوع، ففي الطب مثلا هناك كتب في هذه المنطقة عثرنا عليها، وفي الفلك وفي الرياضيات وفي أيضا اللغة العربية والنحو والفقه، هذا حدث ولا حرج، يعني الجانب الديني هو الجانب الغالب على هذا لكن أيضا هناك الرياضيات وهناك الفلك وهناك الطب وغيره من المجالات. كنت في سنة 2012 في إحدى الهيئات الإسلامية، شاركت معها في كامبريدج، في جامعة كامبريدج، تسمى تيمة، هيئة المخطوطات الإسلامية، استدعوني للمشاركة في أحد المؤتمرات، ولما يعني لاحظوا الورقة البحثية أعجبوا بها، واقترحوا علي أن أقوم برقمنة 100 كتاب مخطوط في المنطقة التي أسكن فيها، وترأست هذا المشروع والحمد لله تم يعني رقمنة 100 مخطوط من إحدى الخزانات المعروفة عندنا بخزانة البلباليين، وتفاصيل المشروع موجودة في الموقع ويمكن أن أزود بها الأخت. لكن ما يجب أن نقوله هو أن الحالة المادية لهذه المخطوطات مع الأسف الشديد أنها لا زالت مريضة، وتحتاج إلى من يعالجها، وتتطلب مبالغ مالية باهظة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لماذا؟ لأن الذين يمتلكونها هم أبناء علماء، وأحيانا قد لا يعرفون قيمتها الحقيقية التاريخية أو العلمية أو الفنية، فبالتالي قد لا يحافظون عليه. هذا من جهة، ثم من جهة أخرى تمسكهم بهذا التراث لأنه جزء من ذاكرتهم وجزء وهوية بالنسبة لهم، فعدم تسليم يعني وهذا حق مشروع في الحقيقة. يعني ما يجب أن نفكر فيه من حل الآن هو على الأقل تصوير ما يمكن تصويره بصفة استعجالية مما تبقى من هذا. أعطيك مثال أن أختي الكريمة أن المنطقة التي أسكن فيها تعرضت لتفجير نووي من طرف المستدمر الفرنسي، القنبلة الذرية في منطقة رقان معروفة باليربوع الأزرق، فبعض أبناء العلماء حفروا بئرا لهذه المخطوطات ودفنوها حتى لا تتعرض للخطر، في حين أنهم تعرضوا للخطر. يعني اليوم عندنا مجموعة من الأمراض المستعصية التي من بينها مثلا أمراض سرطان الدم، وكان أحد أفراد عائلتي قد توفي بهذا المرض، وبعض التشوهات التي ظهرت على أبناء المنطقة بسبب هذا التفجير النووي. يعني تبعاته ومضاعفاته لا زالت إلى اليوم في هذه المنطقة. فيعني هؤلاء الذين قاموا
دس هذه المخطوطات، يعني هم فعلا فكروا في تسليم هذه الذاكرة، ذاكرة الأجيال، لأنها ليست ذاكرة الجزائر فقط، بل هي ذاكرة كل العرب والمسلمين. ويجب أن نحاول أو أن نبذل جهودا مشتركة للحفاظ على هذه الذاكرة التي يجب أن تخرج في حلة تكنولوجية رقمية أو مطبوعة مثل ما نشاهده اليوم في هذا المعرض الجميل الذي احتوى مجموعة من دور النشر التي تنوعت المجالات التي سواء تعلق الأمر بالأطفال أو بل حتى أن في هذا المعرض وجدت كتبا قديمة في أحد الأجنحة، مثلا بعض المصاحف التي يعود عمرها إلى قرن من الزمن في أحد الأجنحة السورية على ما أظن، وهي بعضها للبيع والبعض حقق، لا لأن هذه المخطوطات إن لم نقم يعني برقمنتها أو تحقيقها وطبعها، أكيد أننا سنبعث فيها الحياة من جديد، وأكيد أنها ستؤدي مهمة كانت المهمة التي كانت تؤديها في تلك العصور التي ولدت فيها. وما أحوجنا اليوم إلى الماضي نستحضره لكي نعيش الحاضر ونخطط للمستقبل. ما شاء الله، هي بصراحة محاضرة رائعة وشيقة، وإحنا ندعوك أن تواصل معنا غدا وبعد غدا في فترة الظهيرة، أن يكون تحدد لنا موضوع وإحنا نتشرف أن تكون ضيفنا فيها. أتشرف، أنا جاهز. حياك الله، إحنا سعداء جدا دكتور، وهذه فرصة جيدة. إحنا قضينا معك فترة الظهيرة وإن شاء الله نلقاك مرة أخرى. إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. العفو. السلام عليكم.